السلام عليكم اخواني اخواتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم عالم نور. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه التحضير ديال الكسكسون اللي غادي نحتاج فيه. كيف ما شفتوا معايا عندي دجاجه متوسطه الحجم، وعندي معلقه كبيره ديال الملحه، عندي معلقه كبيره ديال السكينجبير، ومعلقه كبيره ديال الابزار، ومعلقه نص معلقه كبيره ديال الخرقوم مرق، وعندي باكيه ديال الملون الصناعي. يمكن لكم تعوضوا بالزعفران الحر على حسب شنو متواجد عندكم. عندي كاس لا ربع مرش ديال الزيت، وعندي جوج حبات ديال المطيشه اللي مقطعين رقاق، لان باقا غادي نضيف جوج حبات من بعد ان شاء الله محكوكين. وعندي نص معلقه صغيره ديال السمن، انا ما كنكثرش السمن، راكم عارفين كاين اللي ما تيبغيش السمن على حسب. وعندي جوج بصلات كبار مشلضين، وعندي خضره ديال الكسكسو، راكم عارفين راه كلشي تبارك الله السيدات عارفين منين النوع ديال الخضر اللي كيتواتا مع الكسكسو. راه عندي اللفت المحفور، عندي اللفت الابيض، اللفت الاحمر، يعني عندي كاع الانواع ديال اللفت وخيزو. عندي القرعه كورجيط، عندي قرعه يعني عندي القرعه الحمراء، الربيع. وغادي اول حاجه بعدا غادي ندوزو نشرملو الدجاجه اللي عندنا، نعطروها نشرملوها مزيان. غادي ناخذ القزبر ومعدنوس اللي طحنتهم، وغادي نحطهم مع هذيك نص معلقه صغيره ديال السمن. انا ما كنكثرش السمن لان راجلي ما تيبغيش يسمن في الكسكسو، درت غير شويه غير في الدجاج وصافي، غير شرملت به الدجاج. نتوما راه يمكن لكم ديروا على حسب الذوق. وعندي قزبر ومعدنوس مقطعين، هذه الشرموله ديال الدجاج. وغادي ناخذ شويه من كل حاجه من التوابل اللي ذكرت معكم. صافي، وغادي نخلط هذوك التوابل مع غادي نزيد عليهم شويه ديال الخرقوم ملون، وغادي نخلط هذوك التوابل مع بعضهم مع هذيك نص معلقه اللي عندي ديال السمن. وغادي نتبل بهم الدجاجه اللي عندي. غادي نتبلها مزيان كيف ما كتشوفوا، يعني غادي ندخل فيها مزيان هذيك العطريه دوك التوابل.
الا بقينا كنزيدو الماء من بعد كيبسال لينا المرق ديالنا وما تيبقاش بنين. يعني دائما تنردو بالنا ونديرو القياس اللي غادي يكدنا ديال المرق. ومن بعد ما غلات ليا البرمه ضفت غير النص ديال الخضره، غير الخضره اللي كتطيب بحال اللفت وليشو وخيزو. كان لكم زيدوا حتى الحمص الا كنتو غديروه ديروه دابا، ترموه دابا مع الخضره اللي كتطيب. انا ما درتوش لانه ما تواجدش عندي، ما درتوش، راه كيجي حتى هو زوين. انا صراحه كيعجبني الحمص. كيف ما شفتوا معايا من بعد هزيت الدجاجه ديالي فوق الخضره باش هكذا من الطيب نحيدها، نجبر كيفاش نحيدها. ودابا غادي ندوز باش نحضر معكم الكسكسو، يعني باش كيفاش غادي نحضر معكم الكسكسو كيف ما كتشوفوا معايا. انا حاولت نزرب شويه الفيديو باش هكذا ما يجيكمش طويل، حاولت نزرب غير اللقطه يعني ديال الكسكس. راه تبارك الله النساء المغربيات راه كلهم كيعرفوا يكسكسو. بالنسبه للمبتدئات اللي ما يعني اللي يلاه غادي يتعلموا يديروا كسكسو، راه هادشي علاش بغيت نصور لهم لقطه، واخا زربتها شويه يعني ماشي مشكل، راه كتبان الطريقه ديال الكسكسو. كنفتلو الكسكسو عادي. من بعد ما فتلت الكسكسو غادي ندوزو في الغربال السلك ان شاء الله ونرجع معاكم. من بعد ما دوزت الكسكسو ديالي في الغربال ديال السلك كيف ما شفتوا معايا بهذه الطريقه هذه. كاين اللي كيحلو دابا بالزيت عاد كيرميه فور، انا ما كنحلوش بالزيت غير كنرميه فور هكاك. غادي نديرو دابا في كسكاس باش غادي نديرو كيتفور. قبل ما نديرو كيتفور كندهن الكسكاس بالزيت باش هكذا ما تيلصقش ليا في الكسكاس، يعني ما تيلصقش لينا، كيجي ناس بسهوله تيحيد لينا من الكسكاس. من بعد ما عمرت الكسكسو ديالي كما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه، ومن بعد ما عمرت الكسكسو ديالي في الكسكاس غادي نديرو دابا كيفور وغادي نغطي عليه مزيان وغنخليه كيفور تقريبا واحد 20 دقيقه حتى 30 دقيقه. من بعد ما فريه الكسكسو ديالي كيف ما شفتوا معايا كندير ليه الملحه، كندير تقريبا نقيس ديال الملح اللي غيملح لينا الكسكسو اللي عندنا، يعني قياس السميده اللي عندنا. وكنرش بالماء، انا كندير ليه الطريقه هذه، كنرش بالماء مباشره ما كنحيدو من فوق البرمه، كنرشوه بالماء بهذه الطريقه هذه. يعني كيشرب لينا الماء مع ديك السخونيه اللي كتكون فيه كيشرب الماء. بالنسبه لك كانت عندنا كميه قليله كيبان لينا الكسكسو بدا كيهبط منه الماء من تحت ديال الكسكاس كنحبسو. انا هنا عندي كميه كثيره شويه داكشي علاش ما بداش كيهبط ليا الكسكسو عفوا ما بداش كيهبط ليا الماء من الكسكسو، يعني راه شرب. ما قلت لكم ضروري تخلوا الكسكسو في هذه المرحله الاولى تخلوه يطيب مزيان. هذه هي المرحله المهمه فين خاص الكسكسو يطيب مزيان باش هكذا ما يعصجش ليكم. فاش تسقوه مزيان تشبعوه ما كيشرب، لانه كيكون طيب مزيان يعني راه شاحف خاصو يشرب الماء. كنسقاوه مزيان كيف ما شفتوا معايا بهذه الطريقه اللي كنبقى كنرش بالماء انا كنحل. كنحلو مزيان كيف ما شفتوا معايا باش هكذا كامل، يعني كامل يتلبس لينا بالماء ويشرب الماء كامل يجينا كامل مسقي.
كيف ما شفتوا معايا واخا سقيتو مزيان بالماء راه غادي يشرب وغادي ينشف. غير كنحلوه مزيان باش هكذا ما تبقى عندنا فيه لا تكتلات لا حتى شي حاجه. بالنسبه للسيدات ما شاء الله راه كلهم تيعرفوا، السيدات المغربيات كلهم كيعرفوا يصيبوا الكسكسو. غير بالنسبه للمبتدئات اللي ما تعرفوش هما اللي غنحاولوا نشرحوا لهم شويه، ونتمنى الشرح ديالنا يكون مفيد ليهم ان شاء الله. صافي غادي نخليه دابا كيشرب على ما يشرب شويه وغنعاود نحلو باش نديرو يفور ان شاء الله الفوره الثانيه. من بعد ما حسيت بالكسكسو ديالي راه شرب غادي نحلو، يعني ضروري كنخلوه مره كنجيو نحلوه باش هكذا كيبرد وكينشف لينا، يشرب لينا الماء مزيان داك الماء اللي سقيناه به يشرب. شوفوا معايا يعني راه بدا كيشرب. صافي دابا بقى ليا الا غنعمرو وغادي نديرو يفور ان شاء الله الفوره الثانيه، وغادي نرجع معكم عاوتاني ان شاء الله باش نسقيوه. من بعد ما يفور لينا الفوره الثانيه ان شاء الله نرجع معكم باش نسقيوه ان شاء الله السقيه الثانيه. الكسكسو ديالنا من بعد ما فار لينا الفوره الثانيه دابا غادي نسقوه. هذه الفوره الثانيه يعني الفوره قبل الاخيره. يعني انا ما بغيت نفلت لكم حتى شي مرحله بالنسبه للمبتدئات باش هكذا يعني البنات اللي متبعيني يستافدوا ان شاء الله. كنسقوه عاوتاني بالماء يعني كنشبعوه يعني ما تخافوش منه، حنا كنسقيوه وحنا كنحلو.